الأوبئة والحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية من أكتر الحاجات اللي بتتسبب في وفاة عدد كبير جدا من البشر. واحنا هنا مش بنتكلم عن مئات ولا حتى آلاف البشر، احنا هنا بنتكلم عن مئات الآلاف بل وملايين البشر. أهلا بيكم في بسيطة، والحلقة دي هنتكلم عن أكتر 10 أحداث فتكا في تاريخ البشر. بس الأول انزل اعمل اللايك والاشتراك الجميل، ويلا نبدأ. في يوم 26 ديسمبر سنة 2004، وفي تمام الساعة 7:58 أو 53 ثانية، وعلى بعد 100 ميل من الساحل الغربي لشمال سومطرة في المحيط الهندي، وعلى عمق 19 ميل تحت مستوى سطح البحر، حصل الزلزال المعروف باسم زلزال سومطرة، واللي حصل بعد منه على طول موجات متتالية من التسونامي. وصل ارتفاع التسونامي اللي حصل ل 24 متر، وده كان كفيل انه يتسبب في كوارث وانهيارات على سواحل المحيط الهندي كله. اتسبب التسونامي في وفاة 280 ألف إنسان، وكانت إندونيسيا أكتر دولة اتضررت من اللي حصل، وسجلت لوحدها 170 ألف حالة وفاة. إعصار بولا كان إعصار استوائي مدمر، ضرب باكستان الشرقية واللي هي البنغلاديش دلوقت في 12 نوفمبر 1970، وده كان واحد من أعنف الأعاصير الاستوائية المسجلة في التاريخ. وصلت حركة الرياح ل 185 كيلو متر في الساعة، ونتج عنه كتير من الفيضانات اللي دمرت الكثير من الشواطئ والجزر، وتسبب في موت 500 ألف إنسان. ده غير طبعا الناس اللي اتشردوا وبيوتهم اتهدت، والأراضي الزراعية اللي اتدمرت، والمجاعات اللي حصلت. في الساعات الأولى من صباح يوم 23 يناير 1556، اهتزت أرض مقاطعة شانشي بقوة ما شهدهاش العالم قبل كده، وحصل الزلزال المعروف بزلزال تشانشي أو زلزال محافظة هاو. الزلزال ما توقفش على مقاطعة شانشي بس، لأ، ده امتد لأكتر من 97 منطقة مختلفة، ودمر مساحة محيطها 840 كيلو متر مربع. الزلزال كان بقوة 8 ريختر، وده يعتبر من أقوى الزلازل المسجلة في التاريخ البشري، وعدد الضحايا وصل ل 830 ألف إنسان. بس الدمار والخسائر اللي حصلت ما كانتش بشرية بس، لأ، الزلزال اتسبب في خسائر مادية كبيرة صعب نقدر نحددها. بس عشان تتخيل الدمار اللي سببه الزلزال قضى على 60% من المناطق اللي كان فيها. أحد الناجين من الزلزال ده كان العالم كين كيدا، واللي سجل ملاحظات وتفاصيل عن الزلزال وقال فيها: في اللحظات الأولى يجب على الناس المتواجدين في المبنى ألا يخرجوا فورا، فقط انبطح على الأرض وانتظر فرصة مواتية، فحتى لو انهار العش فإن بعض البيض فيه قد يسلم. الحرب الأهلية في الكونغو غيرت حياة ملايين الناس في قارة أفريقيا كلها. حرب ما كانش فيها حد كسبان، والخسارة كانت هي النتيجة الوحيدة للكل. بدأت الحرب في القرن ال17، وكانت من أعنف الحروب اللي عدت على الكونغو وعلى أفريقيا كلها. الحرب ما كانتش بين أهل الكونغو بس، دي شاركت فيها دول مجاورة تانية وجماعات مسلحة كتير، ومات فيها أكتر من 5 مليون إنسان، ده غير اللي اتشردوا وفقدوا كل وسائل الحياة. مع نهاية القرن ال19، وبالتحديد في سنة 1976 وأثناء الحكم البريطاني للهند، حصل جفاف شديد في هضبة ديكان، واللي تسبب في حدوث تلف في المحاصيل الزراعية، وحصلت المجاعة الكبرى في الهند. وطبعا كان في أسباب تانية للمجاعة، زي تصدير بريطانيا للحبوب الزراعية لإنجلترا، والأعداد اللي كانت بتتصدر ما كانتش أعداد قليلة، دي كانت أعداد مهولة وصلت ل 320 ألف طن من القمح، وده اللي زود الطينة بلة وزود المجاعة، وتسببت في وفاة حوالي من 5 ل10 مليون ضحية، عشان تكون من أكثر الأحداث المؤلمة في تاريخ الهند. مع نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين، واجهت الصين واحدة من أشد فترات المجاعة في التاريخ البشري. المجاعة حصلت بسبب عوامل كتير، منها كان بسبب البشر زي التغيرات اللي حصلت في الزراعة والضغط الاجتماعي اللي فرضته الحكومة، ومنها كان بسبب عوامل تانية طبيعية
زي الجفاف والفيضانات. ومن أهم الأسباب التانية إن الحكومة الصينية طلبت من المواطنين إن هم يتخلصوا من العصافير والطيور البرية اللي كانت بتاكل المحاصيل، بس ما كانوش يعرفوا إن اللي بيعملوه ده هيكون سبب من أسباب المجاعة اللي هتحصل. زادت الحشرات في الأراضي الزراعية ومحدش كان عارف يتخلص منها، والمحاصيل اتدمرت وبدأت فترة المجاعة، وانخفض الإنتاج الزراعي من 200 مليون طن ل 143.5 مليون طن بحلول سنة 1960، ومات من 20 ل 45 مليون إنسان. وظهرت عادة من أغرب العادات اللي حصلت في تاريخ البشر، واللي هي أكل لحوم البشر. الحرب العالمية الأولى أو الحرب العظمى تعتبر من أكتر الحروب دموية في التاريخ. بتبدأ الحرب في يوم 28 يونيو 1914 باغتيال الأرشيدوك فرانز فريدناند ولي عهد النمسا، وده أثناء ما كان في زيارته لصربيا على إيد غافريلو برينسب، وده كان عضو في المنظمة القومية الصربية، واللي كانت معروفة في الوقت ده باسم اليد السوداء. بعد الحادثة دي أعلنت النمسا الحرب على صربيا، وده كان الشرار اللي هيشعل حرب هتغير الخريطة السياسية للعالم كله. بعد حرب استمرت ل4 سنين شارك فيها 70 مليون جندي، بدأت القوة المركزية بقيادة الإمبراطورية الألمانية في الانهيار. وفي 11 نوفمبر 1918 بدأت الخطوات الفعلية لوقف سلسلة الدماء، وتوقعت هدنة ومعاهدات سلام زي معاهدة فرساي بين الدول المشاركة في الحرب. وانتهت الحرب بعد وفاة 40 مليون ضحية، جنود ومدنيين. بعد الحرب العالمية الأولى، وفي الوقت اللي العالم بيرتاح فيه من اللي حصل في الحرب، بتبدأ فترة جديدة من خسارة الأرواح، وبتظهر جائحة جديدة واللي هي الأنفلونزا الأسبانية. خطورة المرض الجديد كانت في سرعة انتشاره، وعلى عكس معظم الأمراض، أكتر ناس كانوا بيتصابوا بالمرض ده هم الشباب والبالغين. بدأ المرض في ولاية كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1918، ومع نهاية عام 1919 بدأ المرض يقل بشكل ملحوظ بعد ما تسبب في 500 مليون إصابة و50 مليون حالة وفاة. في يوم 1 سبتمبر 1939 بدأت حرب جديدة هددت البشر. الحرب العالمية التانية ما كانتش والدة الصدفة، دي كانت نتيجة لعوامل كتير، منها معاهدة فرساي اللي اتكلمنا عليها، واللي فرضت على ألمانيا شروط قاسية بعد الحرب العالمية الأولى. وأثناء ما الحرب شغالة، أمريكا بتفاجئ العالم بحدث هيكون الأول والأخير من نوعه. في يوم 6 أغسطس 1945 رمت أمريكا أول قنبلة نووية في التاريخ على مدينة هيروشيما باليابان، وبعد 3 أيام بس بترمي قنبلة تانية على مدينة ناجازاكي، ودي كانت بداية نهاية الحرب. وتوقعت معاهدات سلام وتأسست منظمة الأمم المتحدة. شارك في الحرب 100 مليون جندي من أكتر من 30 دولة مختلفة، وراح 80 مليون إنسان ضحية للحرب. أثناء الحرب شجعت بريطانيا اليهود على دخول فلسطين، وده بعد الهولوكوست اللي عمله فيهم هتلر. وبعد ما الحرب خلصت، بريطانيا شالت إيدها من الموضوع وتحول الموضوع للأمم المتحدة، وبدأت مأساة الشعب الفلسطيني لما قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين لدولتين، دولة لليهود ودولة للعرب. وفي سنة 1948 أعلنوا الخير قيام دولتهم. ولحد النهاردة في عشرات ومئات الأطفال والنساء اللي بيموتوا كل يوم، ومحدش بيطلع يقول كلمة عنهم. فياريت ما ننساهمش وندعي لهم ربنا ينصرهم ويفرج عنهم. الطاعون أو الموت الأسود بتسببه بكتيريا اسمها يرسينيا بيستس، واتسمت بالاسم ده نسبة للعالم اللي اكتشفها وهو الطبيب الفرنسي ألكسندر يرسين. ظهر الطاعون للمرة الأولى في منتصف القرن ال14، وبالتحديد في سنة 1347، وتسبب في كتير من الوفيات والمجاعات حول العالم. بدأ انتشار الطاعون في قارة آسيا، وبعد كده انتقل لجزيرة صقلية بسبب بعض القوافل التجارية اللي كانوا حاملين للمرض ده. وبعد كده بدأ ينتشر في جنوب أوروبا لحد ما اجتاح أوروبا كلها، وتسبب في وفاة من 75 ل 200 مليون إنسان. من القصص والمفارقات العجيبة لمرض الطاعون
إنهم كانوا بيعتقدوا إن الحشرات والقوارض هي اللي تسببت في انتشار المرض، عشان كده كانوا بيعملوا لهم محاكم وبيحكموا عليهم بالإبادة الجماعية. ودي كانت أكتر 10 أحداث فتكا في تاريخ البشر. ملخص الحلقة هتلاقوه تحت في الوصف. ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام عليكم.